لم تكد برودة الانتقالات تهدأ في قلعة العملاق الباريسي باريس سان جيرمان، حتى فجر المدرب الإسباني الداهية لويس إنريكي مفاجأة المدوية هزت الشارع الرياضي التونسي والفرنسي على حد سواء. القرار الأول بدأ بإرسال الدولي التونسي خليل العياري إلى نادي دانكارك الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل، بحثا عن دقائق لعب حقيقية وتطور صاروخي بعيدا عن ضغوط النجوم الكبار. لكن القنبلة الحقيقية جاءت في الخطوة الموالية عندما قرر إنريكي منح الفرصة التاريخية لوجهين جديدين من أصول تونسية لتعويض النقص واكتشاف المواهب باستدعاء ثنائي آدم العياري وآدم غلاب لقائمة الفريق الأول استعدادا للمواجهة الودية النارية أمام ريال مايوركا الإسباني. القصة تحبس الأنفاس، فآدم العياري الجوهرة الصاعدة في الأكاديمية الذي يمثل حاليا منتخبات فرنسا السنية بات هدفا جماهيريا تونسيا ملحا لإقناعه بقميص نسور قرطاج، بينما يعزز زميله آدم غلاب الذي حاسم أمره بوضوح واختار تمثيل منتخب تونس للشباب مشروع الارتباط بالوطن الأم بطموحات جبارة لبلوغ الكبار قريبا. هكذا يواصل باريس سان جيرمان تصدير المواهب وصناعة الحدث ليثبت أن البصمة التونسية حاضرة وبقوة في قمة الهرم الأوروبي. فهل تنجح هذه الأسماء الشابة في كتابة تاريخ أسطوري تحت إمرة لويس إنريكي؟